العقل السليم يفكر كده. إذا كان ربنا خلقني وأنا آمنت أن الله سبحانه وتعالى خلقني، أول سؤال يخطر في بالي بعد كده: خلقني ليه؟ إيه الهدف من هذه الحياة؟ إيه الهدف من الخلق ده؟ ربنا خلقني ليه؟ ليبتليني، ليختبرني، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في اختبار. الحياة ابتلاء، الحياة اختبار، وعشان تفهم الاختبار ده لازم تؤمن بالقدر وتؤمن باليوم الآخر، بالبعث وبالحساب. ده أساس هذا الاختبار. تؤمن إن ربنا قدر الخير والشر والظلم والعدل والحق والباطل في الدنيا دي كلها عشان يبتليك، عشان يختبرك، عشان يشوف أنت هتتصرف إزاي. فهذا القدر اللي بيد الله سبحانه وتعالى هو جزء من الاختبار. وتؤمن إن في بعث وحساب، شوف فيه بعد كده نتيجة هذا الاختبار. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. كل واحد مبتلى في اللي هو عنده. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى في ابتلاء بالخير وبالشر، في قدر وفي بعث وحساب وإلينا ترجعون. شوف، كل نفس ذائقة الموت دي ما فيهاش شك. كل واحد مهما عاش هيموت في الآخر. طيب وفي حياتك دي شفت شر وخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الخير والشر اللي شفته ده، الفلوس اللي جات لك والفلوس اللي راحت منك، الناس اللي حبيتك والناس اللي كرهتك، الناس اللي ظلمتك وأذتك، والناس اللي انت تحكمت فيها فكنت تقدر تأذيها أو تنفعها، المصالح بتاعت الناس اللي انت كنت على رأسها، الشغل بتاعك، العلم بتاعك، أهلك، بيتك، أبوك، أمك، إخواتك، كل الدنيا دي اختبار. اختبار، ابتلاء. وإلينا ترجعون. في الآخر هتروح لربنا سبحانه وتعالى وتجد نتيجة هذا الاختبار. هو ربنا عمل كده ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مين اللي أحسن؟ مين اللي هيتعامل مع الخير بطريقة كويسة، ويتعامل مع الشر أيا كان اللي جالك. معاك فلوس هتتصرف فيها إزاي؟ طب ما معاكش فلوس هتعمل إيه؟ اتحطيت في موقف تقدر تأذي فيه حد، هتأذيه؟ هتفضل مصلحتك على مصلحة غيرك؟ هتعمل إيه؟ كل موقف بتتحط فيه، كل يوم، كل لحظة، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولما تفهم الابتلاء ده هتتعامل مع الدنيا بطريقة مختلفة. تفتكر إن يعني فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فاكر إن الخير اللي بيجي لي ده كرم من ربنا، فخلاص كده ربنا بيحبني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. لو ما رزقنيش ما بيحبنيش. لا، كلا، كلا، كلا. اللي بعدها كلا، لا، مش كده. الحسبة دي غلط. حسبة لما يجي لك رزق يبقى ربنا بيحبك، لما ما يجيلكش رزق ربنا ما بيحبكش، غلط. لما تقع في مشكلة يبقى ربنا بيكرهك، غلط. طب ما الأنبياء أكثر الناس ابتلاء. لا، ده ابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. يبقى المسألة ابتلاء. مش معنى ان اللي بينتصر ده يبقى ربنا بيحبه، او اللي بينهزم ده ربنا بيكرهه. لا لا، النتيجة دي هتشوفها في الآخر. نتيجة هذا الاختبار اللي في الدنيا هتشوفه في الآخر، في اليوم الآخر. وده أساس الإيمان. إن أنا أبقى اللي قلنا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إن أنا مؤمن إن ربنا هيجيب الناس كلها، هيجمع كل البشر يوم الدين ويحاسبهم. يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يوم القيامة، يوم الحساب. شوف ربنا سماه في القرآن: الواقعة، الحاقة، القارعة، الغاشية، الزلزلة، يوم الخروج، يوم التناد، يوم الحشر، يوم الساعة، يوم الفصل، تغابن. أسماء كتير جدا. النبأ العظيم. هو ده النبأ العظيم. عما يتساءلون. هو إيه الناس بتتساءل عن إيه؟ إيه وجه الاختلاف ما بين البشر، ما بين أهل الخير وأهل الشر، ما بين الناس اللي مؤمنة وغير المؤمنة؟ هو النبأ العظيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. هو ده الاختلاف الحقيقي ما بين ناس تعرف ربنا وتعرف ان ربنا هيحاسبها، وناس مش مؤمنة فاكرة ان هي ايه، ان هي الى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. نبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وبعدين ربنا
يوصف لك الدنيا دي كلها ويدلل لك بيها إن لازم يكون في حساب. الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا. عشان كده لما تلاقي الناس بتغش مطففين، وربنا وصف المطففين اللي إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، اللي بياخد حقه وزيادة ويجي على حق الناس يسرقوا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ أنتوا مش عارفين أنتوا هتقابلوا ربنا؟ لما تلاقي نفسك بتسرق حق غيرك، بتظلم، بتسكت عن الحق، افتكر هو أنت مش عارف إنك هتقابل ربنا؟ افتكر ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ لما تلاقي الظلم زاد، لما تلاقي الفساد زاد، افتكر ان هناك رب، هناك آخرة، هناك حساب. طالما في حساب يبقى خلاص مفيش ظلم. لا ظلم اليوم. في يوم ربنا هيدي كل واحد حقه. ده أساس الإيمان. ده النبأ العظيم. لو آمنت بكده خلاص حياتك كلها تستقيم.